قبل ما نبدأ فيلمنا الجامد ده ما تنساش تصلي على نبينا محمد وتشترك وتفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. جهز لي بقى مشروبك اللذيذ واستمتع بالفيلم. بيبدأ فيلمنا في أوائل القرن ال18 في السهول الشمالية الكبرى، ودي الفترة اللي سيطرت فيها الأوروبيين على المنطقة كلها ونهبوا كل مواردها ودمروا الغابات عشان يبنوا المدن. وجوه القرى دي يا صديقي بنقابل قبيلة فقيرة جدا اسمها كومانشي، وبنشوف بنت اسمها نارو وهي بتجمع الأكل اللي بيكون عملة نادرة جدا، وبيكون معاها الكلب بتاعها اللي باين عليه انه مخلص ليها. وبتدخل بعدها الغابه عشان تتدرب بالفاس بتاعها لان امنيه حياتها انها تكون صياده محترفه. وفي الوقت ده بتلاحظ غزال قريب منها فقررت انها تصطاده، وفجاه بيحصل رعد في السماء بيفجع الغزال وبيخليه يهرب، فبتطارده نارو بكل سرعتها ومعاها الكلب بتاعها. لكن في النهايه بيفشلوا انهم يصطادوه وبيهرب الغزال منهم. وفجاه بتلاقي كلبها واقع في فخ الدب وبيصرخ جدا من الالم، لكن نارو بتقدر انها تنقذه وتحرره من الفخ. وبعدها بتستخدم اعشاب طبيعيه عشان تعالج جروحه. وبعد القرف ده بيستعدوا الاتنين عشان يرجعوا للقبيله، لكن فجاه بيسمعوا صوت عالي جدا جاي من السماء، فبتطلع نارو من الغابه عشان تستكشف المكان. وبتلاقي سفينه ضخمه شكلها غريب ماشيه جوه السحاب، وباين كده انها ضلت طريقها. وفي وقت تاني بتروح نارو تقابل اخوها تابي اللي بيكون صياد محترف جدا واشرس مقاتل في القبيله كلها. ولما القبيله بتصطاد حيوانات مفترسه تابي بيكون القائد بتاعهم. وفي الوقت ده بتعرفه نارو انها شافت الرعد في السماء وانها دلوقتي بقت مستعده تنضم ليه للمطارده اللي جايه، لكن تابي بيعرفها انها لسه صغيره وان الموضوع خطير جدا بالنسبه لمستواها. وبعد ما تشمل لها الجبهه بتقرر نارو ترجع للقبيله، وبتدخل لامها وبتبدا تساعدها في تحضير الادويه. وبعدها بتبدا تسن الفاس بتاعها، فبتستغرب والدتها وبتسالها عن سبب رغبتها في الصيد، فبتعرفها نارو انها بتستخدم ذكائها اكتر من جسمها، وده بيخليها محترفه زي باقي الصيادين في القبيله. لكن حتى امها معتقده ان نساء القبيله مش هيبقوا صيادين ابدا. وبعد شويه بيوصل تابي ومعاه فرخه لسه مصطادها طازه، فبتطلب والده نارو منها تجيب عشبه معينه من الغابه عشان تجهز العلاج. وفي ناحيه تانية بينزل كائن غريب من السفينه الفضائيه اسمه المفترس اللي بيكون مفاعل خاصيه الاختفاء، وبيمشي بعدها في الغابه وبيقتل تعبان ضخم باسلحته المتطوره. وبتكون ساعتها نارو جابت العشبه وراجعه للقبيله، وفي طريقها بتلاحظ تابي وهو واخد الصيادين وداخل بيهم الغابه. ولما سالته عرفت منه ان الاسد خطف واحد منهم اسمه بوي، وهم رايحين دلوقتي عشان ينقذوه ويقتلوا الاسد. فبتقرر نارو تنضم ليهم من غير ما يعرفوا، لكن طبعا بيكشفوها بسهوله وبيرفضوا انها تروح معاهم. وساعتها نارو بتاكد لهم انها جاهزه تبقى صياده وهتساعدهم كمان في المهمه، فبيوافق تابي يديها فرصه اخيره. وبيدخلوا كلهم الغابه وبتقدر نارو انها توجههم بذكائها. وفي الطريق بيلاقوا دم على الزرع وبيفهموا ان بوي في خطر، فبيبداوا يستكشفوا الغابه كلها لحد ما بيلاقوا بوي اخيرا، لكن حالته بتكون خطيره جدا بسبب هجوم الاسد عليه. وفي ثواني نارو بتبدا تعالجه بالاعشاب الطبيه عشان تنقذ حياته. وبعدها بيجازوا كلهم عشان يرجعوا للقبيله، لكن تابي بيكون مصر انه يصطاد الاسد الغشيم ده، وبيأمر باقي الصيادين ياخدوا بوي للقبيله وهو هيطرد الاسد. ووقتها نارو بتكون خايفه على تابي اخوها وبتطلب منه انها تروح معاه لان الاسود دايما بتقتل فريستها، والغريب ان الاسد ساب بوي وهرب، يبقى اكيد ساعتها كان في حاجه اخطر منه هجمته. لكن تابي بيرفض وبيسيبهم وبيمشي. وفي الطريق بتتفاجئ نارو بالتعبان الضخم وهو ميت، وكمان بتلاقي بصمات المفترس الضخمه على الارض. وساعتها رجال القبيله بيكونوا معتقدين ان دي بصمات دب كبير، لكن نارو بتتوتر لانها اول مره تشوف بصمات بالحجم ده. وبعدها بتقرر ترجع لتابي عشان تحذره، فبيروح وراها واحد من الصيادين اسمه باكا. ولما بيوصلوا لتابي بتعرفوا نارو كل حاجه شافتها، لكن تابي برضه معتقد انه دب مش اكتر. وايا يكن مين هو خلينا نركز في الاسد الاول. وبيروحوا الثلاثه يستخبوا في عرين الاسد، لكن نارو بتقترح عليهم يحطوا طعم للاسد وياخدوا موقعهم فوق الشجره عشان يصطادوه بكل سهوله. فبيقتنع تابي بالخطه وبيبداوا ينفذوها. واثناء ما نارو وباكا فوق الشجره بيحط تابي الطعم وبيستخبى ورا الاشجار. وفي الوقت ده بيوصل الاسد للمكان، لكن بدل ما بيروح للطعم بياخد باكا في كلمتين ورا الشجره وبيخلص عليه. وبيبدا يتحرك ناحيه نارو اللي بتكون مرعوبه من اللي حصل، لكنها بتمسك الرمح بتاعها وبتحاول تدافع عن نفسها. وفجاه بتعدي السفينه في السماء وبتشدد انتباهها، فبينتهز الاسد الفرصه وبيهاجمها لحد ما بتقع على الارض مغمى عليها. وبعد كام ساعه بتصحى نارو وبتلاقي نفسها في القبيله، وبتعرفها امها ان تابي انقذها من الاسد ورجعها للقبيله. وساعتها بتصمم انها تروح له عشان تساعده، لكن امها بتمنعها وبتفهمها انه لو كان محتاج مساعدتها ما كانش رجعها للقبيله. وفي نفس الوقت ده بيوصل تابي للقبيله ومعاه راس الاسد، وكل القبيله بتفرح جدا وبيفتخروا بيه. وعشان كده كبير القبيله بيديله منصب قائد الحروب. لكن نارو بتكون لسه مقتنعه ان في حاجه اخطر من الاسد جوه الغابه، وبتكون عاوزه ترجع لهناك عشان تكتشفها. وبتعرف بعدها تابي بالموضوع كله، لكنه بيرفض كالعاده لانها لسه صغيره ومش مستعده للصيد، ده غير ان مفيش حد اصلا مصدقها. فبتقرر نارو انها تاخد المغامره لوحدها. وبتصحى تاني يوم بدري جدا وبتاخد الكلب بتاعها وبتشوف
بتشق طريقها في الغابة عشان تحقق بنفسها، ولما بتوصل بتصنع حبل من اوراق الشجر وبتربطه بالفاس بتاعها وبتستخدمه كنوع من الاسلحة المرتدة، وبتقدر انها تصطاد ارنب بيه وبيقعدوا ياكلوه هما الاتنين. وفي نفس الوقت ده المفترس بيراقب ذئب وهو بيهجم على فريسته، وفي نفس الثانية بيهاجموا المفترس وبيطيروا بعيد، ولانه مفعل خاصية الاختفاء بيقدر يقتل الذئب بكل سهولة وبياخد راسه بعدها معاه. وفي ناحية تانية بتكمل نارو طريقها في البحث عن اي ادلة للكائن ده، وفي الوقت ده بيحول المفترس جمجمة الذئب لهيكل عظمي وبيعملوا ميدالية، لكن باين عليه انه ناوي يدمر الغابة كلها. وبنرجع لنارو اللي وصلت لمكان فيه كمية كبيرة من الجواميس الميتة، فبتتصدم جدا ومش متخيلة مين يقدر يعمل كده في الجواميس، لانها تعتبر رمز الكرامة والقوة في ثقافتهم. وبتكتشف كمان جنب الجثث سيجارة، لكنها طبعا ما تعرفش ايه ده، فما بتهتمش وبتكمل في طريقها جوه الغابة لحد ما بتقع في مستنقع الطينة وبتدلق شبه الشوال جواه، لكنها بتقدر تطلع الفاس بتاعها وبتحاول انها تعمله طوق نجاة. وبعد محاولات كتير بتقدر انها تنجب حياتها في اخر لحظة، وبعدها بتروح للنهر عشان تنظف هدومها. ولما خلصت بتسمع صوت غريب جنبها فبتروح ناحيته، وبتتفاجئ انه دب كبير بياكل فخاد فريسته، وطبعا ده عاوز جيش عشان يقتله. لكن نارو بتقرر انها تخلص عليه وترجع براسه للقبيلة عشان تثبت لهم انها فعلا صيادة محترفة. وحظها الاسود ان حبل القوس بتاعها بيتقطع قبل ما تضرب السهم، والدب بيكشف مكانها وبدأ يطاردها، فبتلم نورا حاجتها وبتهرب من المكان عشان تنجب حياتها. وفي النهاية بتقدر تستخبى جوه حفرة من الشجر، لكن الدب بيشم ريحتها وبيهجم عليها، وكان خلاص قرب يقتلها. وفجأة بيظهر المفترس المختفي في المكان وبيهجم على الدب، وبيدخلوا الاتنين في خناقة كبيرة جدا مع بعض، لكن المفترس بيديله يد بيلوحه خالص، وفي النهاية بيقدر يخلص عليه بطريقته الخاصة. وبتكون نارو مصدومة من اللي هي شايفاه، ومن خوفها بتعوم في النهر بعيد عنهم، وبيلاحظها ساعتها المفترس لكن مفيش اي رد فعل منه لانه معتقد ان مفيش اي تهديد منها. واول ما بتوصل نارو للشط بتلاقي في وشها مجموعة من صيادين قبيلتها اللي عرفوها ان تابي اخوها هو اللي بعتهم يبحثوا عنها، وده بعد ما اختفت من القبيلة. فبتبدأ نارو تشرح لهم اللي حصل معاها واللي هي شافته، لكن برضه مفيش حد بيصدقها وبيطلبوا منها ترجع معاهم للقبيلة. ولما بترفض نارو بيدخلوا في خناقة مع بعض، ونارو بتكون شرسة حبتين وبتكسر عظمهم، لكنهم في النهاية بيتكتروا عليها وبيكتفوها. وبيكون المفترس طول الفترة دي متخفي فوق الشجر وشايف كل اللي بيحصل، وبيحط علامة على أسلحتهم البدائية. وفي طريقهم للقبيلة بيسمعوا صوت الحيوانات المفترسة، وبيلاحظوا كمان حركة غريبة بين الأشجار، فبيخافوا كلهم وبيجهزوا أسلحتهم. وبيقرر واحد منهم يضرب سهم عشوائي، لكنهم في النهاية بيكتشفوا إنه أرنب، وبيقعدوا يضحكوا كلهم على خوف نارو. وفجأة بنشوف ليزر متوجه ناحية واحد من الصيادين، وفي ثواني بيتضرب عليه سهام قوية بتفرتك جسمه، فبيخاف باقي الصيادين جدا وبيضربوه بالأسهم بشكل عشوائي في الغابة. وبالصدفة بيجي سهم في المفترس وبيكشف هويته الحقيقية، فبيصرخ الصيادين وبيهجموا عليه، لكن المفترس بيكون قوي جدا وبيقتل واحد منهم بكل سهولة، والتاني بيحاول انه يعمل اي حاجة في حياته، لكن الصياد بيخلص عليه في لمح البصر. وبتكون نارو كل ده لسه متكتفة، فبتروح لواحد من الصيادين وبتاخد الفاس عشان تفك نفسها، وبعدها بتهرب من المكان بكل سرعتها. لكن حظها الاسود ان المفترس بعد ما خلص على الصيادين بدأ يطاردها، فبتحاول نارو انها تهرب منه في الغابة. وساعتها بيظهر واحد تاني من الصيادين اللي بيقرر انه يخلص على المفترس بالاسهم بتاعته، لكن المفاجأة ان المفترس اصلا شايفهم وبيوجه الليزر بتاعه على دماغ الصياد. وبالصدفة بتشوف نارو الليزر وبتاخد الصياد وبتهرب بيه في الغابة، لكن المفترس بيطاردهم وبسرعته الفتاكة بيمسك الصياد وبيخلص عليه. ونارو الغلبانة كانت فاكرة انها نجت بحياتها، لكنها وقعت في فخ الدب وجمدها في مكانها. وفي نفس الوقت بيقرب منها المفترس عشان يقتلها، لكن لما بيشوفها بتعاني وبتتألم من اللي هي فيه بيقرر يمشي. فبتعتقد نارو ان الكائن ده مش بيهجم على فريسته غير لما تكون مسلحة. ولسه بتلف وشها بتلاقي مجموعة من الصيادين الفرنسيين قدامها وبيدوها واحدة على دماغها بتلزقها في الارض. ولما بتفوق نارو بتلاقي نفسها في قفص خشب، وبتلاحظ برميل الفجل ده بيشرب سيجارة نفس اللي شافتها، وبتتأكد ساعتها انه الشخص اللي قتل الجواميس جوه الغابة. فبيقرب منها برميل الفجل ومعاه واحد مترجم، وبيسألها تعرف ايه عن الكائن المفترس، وبيقول لها كمان انها لازم تساعدهم لان المفترس قتل كل قبيلتها. لكن نارو مش بتجاوب على سؤاله وبتشتمه، ووقتها بيتعصب برميل الفجل وبيفتح قفص تاني جواه رهينة، والمفاجأة انه تابي اخوها اللي بدأوا يعذبوا فيه عشان تعترف باللي شافته. فبتحاول نارو انها تخرج من القفص لكنها بتفشل، وبعدها برميل الفجل قرر يربطهم في شجرة جوه الغابة عشان يبقوا طعم للمفترس ويصطادوه بكل سهولة. ووقتها بيظهر المفترس ورا برميل الفجل وبيخلص على رجالته في ثواني، ولما بيكتشف ان رجالته ماتت بيوجه سلاحه من خوفه، لكن الصياد بيكون مختفي وبيقوم بالواجب وزيادة. ولما بيسمع تابي ونارو صوت صراخهم بيحاولوا يفكوا نفسهم من الشجرة، وبتعرفوا نارو ان المفترس مش بيهاجم اي شخص مش مسلح. وفي الوقت ده بيظهر المفترس وبيقرب منهم، لكن
لكنه بيقع في الفخ اللي عمله الصيادين وبيكتفوه بالسلاسل، وبتظهر ساعتها قوة المفترس الفتاكة وبيقضي عليهم بكل سهولة، ومفيش أي سلاح قادر إنه يأثر فيه، حتى الرصاص بتاعهم مش بيمنعه يقتلهم بطريقته الخاصة. وبنرجع لنارو اللي جات لها فكرة تفك بيها نفسها، وفعلا بتنجح خطتها وبيقرر تابي يروح يجيب حصان عشان يهربوا من المكان. نارو كمان قررت ترجع لمعسكر الصيادين عشان تجيب كلبها المحجوز هناك، وفي نفس الوقت بيتحرك المفترس فوق الشجرة عشان يتفادى الطلق الناري بتاعهم، لكنه فجأة بيختفي من المكان. فبيلاحظ الصيادين المقبض المتطور بتاعه وهو بيعمل صوت غريب، وفجأة بتخرج منه اسطوانات مدورة اللي بتنفجر في المكان كله وبتقضي على كل الصيادين. وبتكون نارو في الوقت ده وصلت للمعسكر وبتهجم على الصيادين اللي عاوزين يقتلوا كلبها، وبتدور بينهم خناقة كبيرة جدا. لكن المرة دي نارو بتتحول لآلة قتالية فتاكة وبتقتلهم كلهم. وقبل ما تمشي من المعسكر بالكلب بتاعها بيقرب منها المترجم اللي رجله اتقطعت، وبيفضل يتوسل ليها تعالجه وهو هيعلمها ازاي تستخدم البندقية. فبتوافق نارو وبتبدأ تعالج جروحه، وهو كمان بيعلمها ازاي تستخدم البندقية. وفجأة بيسمعوا صوت المفترس المخيف جدا بالنسبة ليهم، فبتروح نارو تستخبى ورا شجرة، وبيتظاهر ساعتها المترجم انه ميت. والغريب بقى ان المفترس ما قدرش يحدد مكان المترجم لان العلاج اللي خده قلل درجة حرارته. ووقتها نارو قدرت تعرف ان عنده نقطة ضعف، لكن المفترس بيشغل دماغه وبيدوس على كل الجثث برجله عشان يتأكد انهم ميتين. ولما بيجي الدور على المترجم بيصرخ من الألم، فبيفهم المفترس انه كان بيشغل دماغه عليه وبيقتله في ثواني. وساعتها بيوصل كلب نارو وبيروح ناحيته، فبيوجه المفترس الليزر بتاعه عليه، ولسه هيضرب السهم الفتاك بيوصل تابي لمكانه وبيضربه في راسه. ووقتها بتقع الخوذة اللي بيقدر يحدد بيها الليزر على فريسته، ولما المفترس بيضرب السهم بيروح في الشجرة. وساعتها بتعرف نارو ان السهم بيتوجه لمكان الليزر اللي هو محدده، وفي الوقت ده بيقدر المفترس يلاقي الخوذة بتاعته وبياخدها. فبتقرر نارو انها تضربه بالبندقية، لكن للاسف مش شغالة يا مولانا. فبيلحقها تابي في اخر لحظة وبيطعنه بالسهم العملاق في كتفه، وبتظهر ساعتها مهارة تابي الفتاكة وبيخرمه بالاسهم. والمفترس مش بيقدر حتى انه يلمسه، لكنه بيتعصب وبيفعل خاصية الاختفاء. وفي الوقت ده بيطلب تابي من نارو انها تهرب فورا، وقبل ما يكمل الجملة بيطعنه المفترس من ظهره وبيخلص عليه بكل وحشية. ونارو بتشوف اخوها بيموت قدام عينيها، لكنها اتجمدت مكانها من الخوف وقررت انها تهرب مع الكلب بتاعها من المكان كله. وتاني يوم الصبح بتيجي واحدة من القبيلة لأم نارو وبتعرفها انهم لقوا تابي ميت جوه الغابة بطريقة غريبة. وبنرجع لنارو اللي بتكون جنب النهر، وبتشوف واحد من الصيادين قاعد في الضفة التانية، فبتقبض نارو عليه وبتقطع رجله عشان ما يفكرش يهرب. والمفاجأة انها تستخدمه كطعم للمفترس، وبتاخد بعدها الدواء اللي هيقلل درجة حرارتها عشان عرفت ان المفترس مش بيقدر يحدد الضحية ودرجة حرارتها واطية. وفعلا بيوصل المفترس للمصيدة زي ما هي مخططة بالظبط، وبيقرب ساعتها من الصياد وما بيكونش واخد باله خالص منها وكأنها اصلا مش موجودة في المكان، وبيخلص على الصياد في لمح البصر. وفجأة بتظهر نارو وراه وبتضربه بالبندقية في راسه، وبعدها خطفت الخوذة بتاعته وهربت من المكان. وبتروح لمكان تاني حاطة فيه رجل الصياد كطعم، وبتحط الخوذة بتاعت الصياد بين الصخور عشان توجه الليزر عليه لما يجي يستكشف المكان. واول ما بيوصل المفترس بتنط عليه نارو وبتطعنه اكتر من مرة بالفاس، ولما بيرميها بعيد بتتحرك بكل سرعتها للفخ التاني وبتقدر تستخدم سلاحه ضده وبتقطع ايده بيه. لكن المفترس بيتعصب وبينزل فيها ضرب بسلاحه الغريب، وكان خلاص قرب يقتلها. فبتخلع نارو السنة بتاعته وبتطعنه بيها عشان تهرب. وفي الوقت ده بيساعدها الكلب بتاعها وبيجيب لها الفاس اللي بتستخدمه عشان تكتف المفترس بيه وتسحبه للمستنقع زي ما خططت. وفعلا بيقع المفترس في الفخ، لكن ما بتعديش دقيقة وبيطلع تاني من المستنقع بسهولة، وبيجهز السهم الفتاك وبيوجهه ناحية نارو، وما بيكونش عارف انه متوجه ناحيته هو، وبيضرب السهم اللي بيلف في الغابة كلها وبيرشق في دماغه وبيخلص عليه. وفي اخر مشهد بترجع نارو للقبيلة ومعاه راس المفترس، وساعتها بيفتخر بيها كل رجالة القبيلة لانها قتلت المفترس الاكثر وحشية. وبعدها بيعلن كبير القبيلة ان نارو قائدة الحروب الجديدة، ودي الحاجة اللي كانت طول عمرها بتحلم انها تحققها. ولحد هنا يا صديقي بيخلص فيلمنا. اتمنى لو عجبك الملخص تعمل لها لايك وكومنت وتشير الفيديو ده لكل اصحابك اللي بتحبهم، وطبعا لو اول مرة تشوفنا اشترك وفعل التنبيهات عشان يوصلك كل جديد بنقدمه. ده غير اني سايب لك 4 افلام اجمد من بعض، اختار اي واحد فيهم ويلا سلام.